يا مساء الفل ومساء الهنا ومساء السعادة. وحشتوني قد الدنيا كلها. مساء البرد والتكتكة، مساء البرد والتكتكة والجو المنعش الجميل قوي. يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسعادة. يلا بينا نشوف مع بعض فيديو النهاردة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. عايزة اقول لكم من غير العادة اللي انا عاملاها في فيديو النهاردة ده كانت حياتي كلها اتدمرت واتلخبطت، وكان زماني طول الاسبوع بلف واجري حوالين نفسي. اسهل حاجه بعملها اني بجهز اكل الاسبوع كله، وابقى بالي رايق، يا دوبك الاكل طالع على التسخين والاكل بيفضل في التلاجة اسبوع طازه وزي الفل. مادام محطوط في علب كويسه ومحكمه الغلق بيطلع يتسخن في الميكرويف ويخرج كأنه طالع من على النار حالا. طبعا لما بتبقي ناويه تعملي اكل كتير ما تقعديش تقولي هعمل بصله 2 3. كميه بصل كبيره جدا جدا، اعملي كيلو بصل 2 كيلو بصل وافرميهم، وبعدين اللي يفيض عن حاجتك شيليه في الفريزر. بس عشان ما تقعديش تسيبي كل شويه الاكل وتقولي ابشر بصله، ابشر 2، ابشر 3. انا جبت صينيه كبيره عندي وحطيت فيها بصل يعني مفروم حلو قوي، مش مفروم نص فرمة، لا مفروم تمام قوي. وزودت بقى عليه ملح وزودت فلفل وحطيت بابريكا، وحطيت رشة كزبرة، وحطيت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قرفة، وحطيت كمان ورق لورا، وحطيت 4 فصوص حبهان، وجبت قرن فلفل حامي وقطعته حلقات صغيرة، وخلطت كل ده مع بعضه بالمعلقة. وهنزل عليه بقى بالوراك. انا كنت جايبه وراك، قلت هعملها في الفرن عشان يا دوبك ما بتاخدش غير وقت التتبيله وبتدخل الفرن وما بتاخدش مني مجهود تاني، يعني افضي بقى نفسي لان انا اعمل الاصناف التانية اللي انا محتاجه اني اعملها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ببقى طبعا الوراك غسلاها كويس قوي. اغسلي بالطريقه اللي تعجبك، في ناس بتغسل بالدقيق، بالخل، بالملح. انا طول عمري بغسل الفراخ. شخص معين بجيب منه الفراخ من سنين السنين، عمرها ما بتبقى زفرة، عمرها ما بتبقى وحشة، ريحتها اللهم بارك. عايزه اقولك اوقات ببقى تعبانه بسيبها يوم في التلاجة واصحى تاني يوم الصبح اغسلها واطبخها بتبقى زي الفل. المهم انا بغسل الفراخ بملح وبس. وجيب بقى كل ورك وافضل ادعكه بالتتبيله زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم التتبيله دي طعمها حلو قوي 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 في الفراخ، يعني جربوها وفعلا هتحبوها. طعمها مميز جدا التوابل اللي انا قلت لكم عليها دي. وبعد كده خلاص هخلص كمية الوراك كلها. انا كنت جايبة وراك قلت هقسمها على صينيتين. عفوا يا حبايب قلبي، هقسمهم على صينيتين واحط الصينيتين في الفرن علشان يعني ما رضيتش احط اي حاجه فوق التانية عشان كل وش الوراك تتحمر وتطلع كويسه. ابعتولي واكتبولي ايه اخباركم، عاملين ايه في الدراسه. انا السنه دي عندي 3 اعدادي و3 ثانوي ومش قادره اقول لكم السنه صعبه ازاي وفيها مجهود كبير ازاي. عايزه قبل ما انسى كده من كتر الاحداث والاكل اللي في الفيديو، عايزه اشكر كل الامارات اللي بعتولي سواء على الخاص سواء على القناه يطمنوا عليا ويسالوا عليا. انا فعلا ما كانش عندي شغف لان انا انزل اي فيديوز. صدقوني رسايلكم الجميله قوي اللي انتوا بتبعتوها لي دي هي اللي بتخليني ارجع انزل فيديوز تاني واحاول انزل لكم فيديوز كتير ونتكلم فيها سوا مع بعض. ولو اني مش عارفه اليوتيوب بيمسح بيشيل اللايكس ولا ايه اللي بيحصل، انا مش عارفه. ما تنسوش لو معايا لحد الوقت ده في الفيديو دوسوا لايك واكتبوا لي تعليق حلو زي قلوبكم الحلوه، وانا بستنى تعليقاتكم وبشوف لايكاتكم كلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطيت بقى ميه، يعني كل صينيه مليت لحد نصها ميه كده، وحطتك بتتك على الفرن عدل. في الوقت ده بقى جبت البصله وحمرتها كويس وطشيتها بالطماطم المعصوره. انا ما بستخدمش صلصه نهائي، يعني الصلصه ما بتدخلش البيت عندي نهائي، عمري في حياتي ما جبتها، ما بحبهاش. وبحب الطماطم يعني الطازة افضل، وبجيب طماطم طازة طول الوقت، ولا بفرز ولا بشيل في الفريزر ولا حاجة. يعني
بفرز حاجات كتير وبشيل حاجات كتير، بس بقول الطماطم مش هتاخد وقت، ايه يعني 7 8 طماطمات هضربهم في الخلاط في نص ثانية. فالبصل بشيله مفروم جاهز في الفريزر، والثوم مفروم جاهز في الفريزر، انما الطماطم بفضل ان انا اعصرها على طول. حطيت بقى اللوبيا ام عين سودا، انا كنت هعمل فاصوليا ناشفة ولوبيا ناشفة، الولاد بيحبوا الاكلتين دول واحنا كلنا هنا في البيت بنحبهم. المهم بقى حمرت البصلة كويس ونزلت بالطماطم وحطيت مرقة دجاج، وزودت بقى الصلصة لو عندك شوربة لحمة او شوربة فراخ تكوني شايلاها. اللوبيا بحط عليها الملح وفلفل وبس مع مرقة الدجاج، ومع كمان شوربة الفراخ او شوربة اللحمة اللي ببقى شايلاها. الفاصوليا بقى الناشفة لازم احط عليها توم في الاخر خالص، في اخر غلوة احط مقدار كده ربع معلقة صغيرة فيها توم مفروم، يعني مقدار تومية ونص كده في اخر غلوة. عايزة اقولكم بتطلع خطيرة خطيرة، فعلا خطيرة. وحطيت قرنين فلفل حامي كده في كل حلة، ما بيخلوش الخضار مشطشط ولا حاجة، لا بيخلوه طعمه جميل ولذيذ قوي. عاملين ايه في الشتاء قولولي؟ متدفيين ولا بردانين؟ والاكلات اللي بتعملوها ايه؟ انا السنه دي هبقى مكسله خالص علشان الاولاد ودراستهم وكده، بس هحاول انزل لكم بقى. عاوزين نعمل حاجات حلوه، نعمل الرز المعمر ونعمل البطاطا بالبشاميل. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحه وعافيه وسعاده، وربنا يا رب يسعد ايامكم يا رب، ويرزق المسلمين الخير كله يا رب. المهم بقى يا حبايبي، كنت جايبة اللحمة دي 1.5 كيلو لحمة مفرومة، حطيت عليها يعني مقدار نص كيلو بصل. انا لو هعمل لحمة مفرومة هعصجها، بحط كمية اللحمة على قد كمية البصل، بتطلع تحفة تحفة. انما الكفتة لا، يعني 1.5 كيلو كفتة حطيت عليه نص كيلو بصل. فرمت البصل بقى فرم خشن مش ناعم طبعا، علشان تعمل معايا عرق وتبقى ايه تتشكل بسرعة. بما ان انتوا عارفيني وعارفين ان انا طبعا ما عنديش صبر، فانا بعمل الكفتة زي عمدان النور كده عشان اخلص بسرعة، عشان بيبقى ورايا حاجات كتير. انا قلت اعمل اكلات تبقى كميتها كبيرة وفي نفس الوقت انجزها واخلصها بسرعة، فما تاخدش مني وقت. زي ما انتوا شايفين نزلت على الكفتة حتتك بتتك لحد ما خلصت الكمية كلها، بزودها شوية مية وبسيبها على النار، وفي الآخر بشوحها في المادة الدهنية نفسها اللي بتنزل من الكفتة. ريحتها خطيرة وطعمها خطير، مش قادرة أقول لكم يعني رائعة. الكفتة بتتبل بالبصل بس المفروم وملح وفلفل، ما بتتعملش يعني ما بتحطش عليها أي شيء أكتر من كده. اللحمة عموما أي لحمة توابلها ملح وفلفل وبس، اكتر من كده نبقى يعني بنبوظ في اللحمه وطعمها. طبعا عملت بقى حله رز كبيره كده تبقى موجوده، قلت دي اللي هناكل منها مثلا، قلت كفينا يومين ومش مشكله لو صفصفت بقى على بقيه الايام، ان نعمل شويه رز، ان نعمل شويه مكرونه، ان هناكل بالعيش. دي هتبقى حاجات مش هتاخد مني وقت، زي ما يبقى ورايا ان نعمل الاكل كله. بصوا انا بعمل الخضار متسبك خالص زي ما انتوا شايفين. انا عايزه اقول لكم انا نفسي ادوقكم الفاصوليا دي، واللي مش بيحب الفاصوليا وهيدوقها من ايدي صدقوني هيحبها، تحفه اللهم بارك يعني. عايزه اقول لكم بقى، لو انا بقى وقت الاكل وانا بسخن الخضار اسخن اضيف شويه شوربه، نص كوبايه شوربه ممكن. لو هناكلها مسبكه يبقى خلاص مسبكه كده يا دوبك بسخنها تغلي وخلاص. قلت بقى الفرن طبعا كان سخن مطرح الوراك هتخرج دلوقتي، قلت اعمل كيك. وانا كنت عملت معاكم الكيك قبل كده، مقاديره ثابته ما بتتغيرش، الرق كله ان المكونات كلها تبقى في درجه حراره الغرفه. عايري كل المقادير بنفس الكوبايه، بنحط 3 كوبايات دقيق، 1.5 كوباية سكر، 3/4 كوبايه زيت، كيس بيكنج باودر وكيسين فانيليا، وعلى حسب الكوباية تحطي البيضات. يعني لو كوباية كبيرة قوي زي اللي انا بعمل بيها المهولة دي بحط 8 بيضات وبتطلع جميلة جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونسيت اقول لكم طبعا وكوباية لبن، كوباية لبن، يبقى 3 دقيق و1.5 سكر، كوباية لبن، وكوباية الا ربع زيت، والبيكنج باودر ما تنسوهوش كيس بيكنج باودر، وكيسين فانيليا تحطوهم على البيض وهو في الخلاط. بنحط طبعا الدقيق وننخله ونضيف عليه البيكنج باودر وفي الخلاط. انا على الكمية دي كوباية دي ما عملتش 8 بيضات، عملت 10 بيضات.
افتكرت دلوقتي، نضرب بقى البيض مع اللبن مع الزيت مع الفانيليا في الخلاط، وننزل بقى على الدقيق، نضرب بالمضرب اليدوي، ونخبط خبطتين الثواني قبل ما تدخل الفرن، تطلع ألذ وأشهى وأجمل كيكة. عملت بقى كبدة. كنت جايبة كمية كبدة. الكبدة بعملها يعني بحط شوية التوم بتوعي، شوية توم محترمين، الكبدة بتحب التوم. واديهم كده تشويحة يا دوبك على طول كده سريعة، ما طولش عشان ما يمررش، واقوم حاطة الكبدة على طول وما اقلبهاش، احط الكبدة وماليش دعوة بيها. شايفين الوراك؟ شايفين؟ تحفة، عايزة اقول لكم تحفة. بصوا اللون وبصوا الجمال، خطيرة وجميلة جدا جدا، ما شاء الله اللهم بارك، حلوة قوي. بصوا خارجة من الفرن مشكشكة بتشكشك. المهم ان نركز على الكبدة ان احنا ما نقلبهاش. حطي الكبدة وما تقلبهاش زي ما شفتيني حطها في الطاسة وما قلبتهاش. لما تتأكدي انها اتشوحت كويس قوي من الجنب اللي انت حطيتيها عليه، تبدأي بقى ساعتها انك تقدري تقلبيها. عايزة اقول لكم اي واحدة حبيبتي زهقانة من المذاكرة، زهقانة من الضغوط، انا برضو زيكم ببقى زهقانة وببقى تعبانة، بس احتسبي الاجر لله. بصوا الكفتة بقى هي اللي في الصينية ده، انا ما بحطش اي مادة دهنية نهائي، ده المادة الدهنية اللي نزلت من الكفتة. أول ما بتتشرب ميتها بديها تقلبتين 3 في المادة الدهنية اللي نزلت منها، ودوقوا بقى وشمقوا طرية يعني مش قادرة أقول لكم طرية ازاي وجميلة. ده بقى شوية توم ني، مقدار معلقتين كده توم ني غير التوم اللي أنا شوحته في الأول، لأن مش قادرة، التوم هو أساس الكبدة. بضيف على الكبدة دي ملح، وبحط فلفل، وبقطع بقى فلفل رومي، ولو انت عايزه تقطعي فلفل حامي بقى انت على حسب ذوقك انت وايه وجوزك واولادك، تاكلوا بالف هنا وشفا. الكبده بتاخد بالظبط يعني من 12 ل 15 دقيقة، ممكن 15 دقيقة يبقى كتير يعني. يا دوبك على الجنب اللي تحت يتحمر، تقلبيها على الجنب التاني، تخرجيها. لما تخرجيها بقى وتقفلي عليها النار، رشي عليها رشة كزبرة ناشفة، مش قادرة اقول لكم على الجمال، هتبقى تحفة. سواء بقى عايزة تعمليها كده حتت كبيرة، سواء عايزة تعمليها كبدة اسكندراني، هي في كل الأحوال هتطلع جميلة. فدي الكفتة، وادي الفراخ، وادي الكبدة. بصوا عايزة اقول لكم، شايفين الكبدة؟ شوفوا طرية ازاي، ولا ريحتها، مش قادرة اقول لكم ريحتها كانت جميلة قد ايه، والطعم حاجة يعني روعة. المهم ان انا عايزة اقول لكم ان هي ان شاء الله باذن الله ربنا يجعل تعبكم في ميزان حسناتكم مع اولادكم. اللي بيتعب مع اولاده في الزمن ده بيبقى فعلا عملة نادرة. فانا عايزاكم تحتسبوا الاجر عند ربنا سبحانه وتعالى، وما تيأسوش ابدا من اولادكم ابدا. اوعوا تسيبوا واحد فيهم كده تبقوا عارفين ان هو كده هيضل الطريق وتقولوا لا احنا تعبنا، اتعبوا اكتر لحد اخر يوم في عمركم، قتلوا واتعبوا علشان خاطر اولادكم، علشان خاطر توصلوا بيهم لبر الامان. اوعوا تقولوا الولاد كلهم ما بقوش متربيين، لا، ربوا انتوا اولادكم، علموهم الصح من الغلط، علموهم الحرام من الحلال، ربوهم على تعاليم الدين. ايا كانت ديانتك ايه، كل الاديان دعوتها واحده، بتدعو للاخلاق القويمه والاخلاق الصحيحه، بتدعو للحياء. علمي بنتك ازاي يبقى عندها حياء، وعلمي ابنك ازاي يبقى راجل. وزي ما بتجروا اولادكم جر للرياضه، وان هم يمارسوا الرياضه، وان هم يتعلموا ويوصلوا لمراكز كويسة في التعليم، جروهم برضو جامد وقتلوا في ان هم يحفظوا كتاب ربنا، يعرفوا عن دينهم. خلوا في حوار ما بينكم وما بين الولاد، سيبوا الموبايلات شوية، تجنبوا التليفونات شوية، وكل تعب بتتعبوه في ميزان مع أولادكم إن شاء الله بإذن الله هتلاقوه في ميزان حسناتكم يوم القيامة، وهيبقى شفيع ليكم. ولما هتقابلي ربنا ويسألك عن شبابك، أفنيتي شبابك في إيه، هتقولي له يا رب أنا كنت بعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو قال كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. أنا كنت برعى أولادي، كنت بقوم سلوكهم، كنت بعلمهم الدين، كنت بعلمهم العلم علشان يطلعوا أسوياء ويطلعوا كويسين. ما تيأسوش أبدا، افضلوا اتكلموا مع أولادكم، اتكلموا بطرق مختلفة، صاحبوا الولاد وقربوا منهم، خليكم من سنهم. املوا الحياة ضحك وهزار، محدش عارف، ممكن انتوا تفرقوا ولادكم في ثانية، ممكن ولادكم يفرقوكم في لحظة. خلوا الذكرى دايما تبقى حلوة، خلي الولاد لما انتوا تكبروا في السن يبقوا عارفين ان انتوا
قدمت لهم كل اللي تقدروا عليه، يقولوا يا دي كانت اجمل ايام واحنا عند بابا وماما. بطلوا تنكدوا على العيال شوية. ما تضغطوش عليهم اكتر من كده. اي حاجة شايفين ان هي ممكن تكون يعني صعبة عليهم، ما تجبرهمش عليها. كل حاجة تيجي واحدة واحدة. وكل الأولاد في الدراسة قدراتهم متفاوتة، مش كل الأولاد نفس القدرات، فلازم تبقي عارفة قدرات أولادك إيه عشان ما تديهمش، ما تتوقعيش منهم نتائج أكبر من قدراتهم فيجيلك إحباط ويجيلهم إحباط ويفقدوا الثقة في نفسهم، ويبقوا عارفين من جواهم إن إحنا في عين ماما ولا في عين بابا إحنا فشلة، إحنا مش قادرين نحقق. دايما قولوا لولادكم الإيجابيات، قولوا لولادكم الحاجات الكويسة اللي فيهم. انا بنصحكم وبنصح نفسي كمان ان انا اقول لولادي كده، احبوا الولاد، احضنوهم كتير، حسسوهم بالامان، حسسوهم بالصداقة، حسسوهم ان انتوا عمركم ما هتغدروا بيهم ابدا. والمقصود بالغدر ان هو القلبة اللي مرة واحدة، العقاب القاسي اللي مش مفهوم ولا هو مبرر ليه. ربنا دايما يا رب ينور كده بصيرتكم بان انتوا ازاي تتعاملوا كويس مع اولادكم وتخلوهم حواليكم، ولما تكبروا في السن ما يجوش يزوروكم علشان دينهم امرهم بكده او ضميرهم بيقول لهم كده، لا، يجوا يزوروكم ويلزقوا فيكم عشان بيحبوكم، عشان بيشتاقوا لكم، عشان انتوا اغلى حاجة عندهم، عشان هما مش فاكرين لكم حاجة وحشة. لو وصلتوا لحد دلوقتي ده معايا في الفيديو، فين اللايك وفين الكومنت؟ هي انا يا غلبي. بصوا الكيك بقى، انا علشان عملت في الكاب الكبيرة فعمل معايا صينيتين، القالب الانجليش كيك والصينية العادية، فانا عملتهم وقلت تبقى حاجة موجودة برضو طول الاسبوع. اللي هياكل حتة كيك مع كوباية لبن الصبح ويبقى خلصنا من قصة الفطار، او اللي هياخد سناكس بين الوجبات يبقى عندهم الكيك. ما بحاولش اعمل كيك باستمرار عشان ما يزهقوش منه. والخبطة دي بتاعت صينية الكيك دي مهمة جدا، بتخرج الهواء من الكيك وتطلع الفراغات اللي فيه اقل. الفرن متسخن على درجة حرارة 180، ادخل الكيك وابص عليه وما افتحش الفرن غير بعد 30 دقيقة، وفي الغالب بيستوي بعد 35 دقيقة. حطي السكينة او الخلة الخشب في نص الكيك، لو تطلع نظيفة يبقى خلاص الكيك استوى. بصوا انا عايزة اقول لكم الكاميرا كمان ظلماها، الكيك كان لونه ذهبي ولونه تحفة، وطعمه كان جميل جدا. مين فيكم بتحب تاكل الكيك وهو سخن؟ انا اوقات لما اول ما تطلع من الفرن كده الاولاد يبقوا شامين ريحتها ونفسهم فيها، اديهم الحتت سخنه مولعه، يقولوا لي يا ماما الكيك وهو سخن اروع مليون الف مره من وهو بارد. عايزه دايما تفتكروني بظهر الغيب وتدعوا لي دعوه حلوه، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، وادعوا لي دعوه من قلبكم، وانا بدعي لكم ربنا يصلح حالكم ويبارك فيكم ويحفظ اولادكم. بصوا الكيك طالع جميل ازاي وهش وطري، والسكر بتاعه مظبوط 100%. طبعا السكر ما بيأثرش على عجين الكيك، انت حابة تحطي سكر اكتر من كده حطي، والكيك هيفضل زي ما هو. يعني تقللي سكر او تزوديه مش هيأثر مع الكيك في اي حاجة. ان شاء الله نعمل كيكات مختلفة، انما دي كيك الشاي التقليدي العادي بتاع اهالينا اللي اتربينا عليه. لكن ان شاء الله اوعدكم في الشتاء دي نعمل كده كيكات مختلفة ونعمل كام حاجة شتوية لذيذة. بس انا مستنية تشجيعاتكم بقى كالعادة، مهما طولت في الفيديو بيخلص معاكم بسرعة. اشوفكم في فيديو قريب، تدوموا في صحة وهنا وخير وسعادة وبرد وتكتكة. اتدفوا كويس، ربنا يا رب يدفي قلوبكم وبيوتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.